اللي عايشة مع أهلها، مع والدتها رينيه ووالدها دون، مع أختها اللي بتيجي تزورهم، مع أمها إنها تروح للحفلة مع زميلها كريس اللي بتحبه، لكن والدها بيرفض وما بيهتمش برأي أمها ولا برأيها شخصيا. فبتقوم من على الأكل، فبتقرر تخرج من شباك البيت ويروحوا الحفلة، وبتروح والدتها عشان تواسيها، لكن دون بيجيب مفتاح الأوضة بيفتحها وما بيلاقيهاش، وبيعرف إنها هربت من البيت عشان الحفلة، وبيستناها لغاية ما النهار طلع وبيشوفها نازلة من الموتوسيكل ورايحة من الشباك الخلفي عشان تدخل البيت. فبيقول لها إنها تدخل من الباب الأمامي، وبيصرخ عليها بسبب إنها ما بتسمعش كلامه، وبيقول لها إنه مادام أنت عايشة في البيت ده تسمعي كلامي. بتقول له سارة إنها مستنية توصل 18 سنة وتسيب البيت وما تشوفوش تاني لأنه مرض نفسي، وبتجيلها أختها عشان تطمن عليها، وبتقول لها إنها انبسطت جدا وإن كريس اعترف لها بحبه، وإنه وعدها إنه يجيب لها خوذة محفور فيها اسمها عشان تلبسها لما يسافروا سوا، وإنهم اتفقوا بعد 4 شهور